حظ برج الثور على الصعيد العاطفي. إن شعرت أنك تعطي على الدوام ولا يبادلك شريك حياتك نفس المشاعر يا برج الثور، فلماذا تستمر في السكوت على حقوقك في التبادل في الحب والعطاء؟ عليك أن تفكر في نفسك أولا ولا تستنزف مشاعرك أكتر من ذلك. على الصعيد الصحي، عليك اتباع نظام غذائي جديد الفترة المقبلة والبعد عن الوجبات السريعة وممارسة الرياضة يا برج الثور. توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور في الفترة المقبلة: عليك أن تعرف نفسك جيدا هذه الفترة وتتعرف على قدراتك وإمكانياتك يا برج الثور، فإنك لو عرفت نفسك جيدا هيسهل عليك تحديد أهدافك بسهولة تامة. قم بتجربة الكثير من الأشياء الجديدة، من خلال هذه التجارب هتستطيع بسهولة معرفة ما تحب في الحياة. برج الثور على الصعيد المهني، هتحتاج لتغيير الطريقة اللي بتعمل بيها حاليا يا برج الثور، وده هيساعدك على عدم الشعور بالملل والروتين اللي انت بتشعر بيه في العمل. برج الثور من الابراج الدقيقة جدا اللي بتدي كل شيء حقه، ما بتتهاونش ابدا في حقها، محبة لاسرتها جدا، بتتفانى في اسعادها حتى لو على حساب نفسها. برج مشاعره رقيقة جدا لكن ما بيقدرش يعبر عنها. برج الثور بيبدأ من 20 ابريل وينتهي من 20 مايو، حيث يتميز مولوده بالصبر والقوة الشديدة، على الرغم انه بيمتلك قلب رقيق ممتلئ بالاحاسيس والمشاعر الطيبة. من اهم مميزاته عدم اليأس بسهولة. برج الثور عندك ايجابيات وابواب كبيرة جدا متفتحة لك في المجال المهني الفترة المقبلة. حاول تنتهز الفرص وما تضيعهاش يا برج الثور من بين ايديك. حاول تبعد عن طاقة الكسل والملل اللي بتمر بيها الفترة دي، وتكسر الروتين وتبدأ من أول وجديد، وتبدأ بتغييرات جديدة في حياتك المهنية والعاطفية. عندك وقفات كتيرة مع الشريك هتحدد بيها أهدافك وأولوياتك، وسواء تكمل في هذه العلاقة أو لا.